السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديوهات اللي فاتت، بقالي كتير قوي ما نزلتش فيديوهات فويس. ان شاء الله باذن الله هبتدي انتظم معاكم وانزل لكم فيديوهات ان شاء الله تعجبكم، وما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل فيديوهات جديدة ان شاء الله باذن الله. يا رب فيديوهاتي تعجبكم. وحشتوني قوي قوي وبحبكم قوي 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 في الله. طبعا النهارده فكرت ايه، قلت اعمل ايه لقيت نفسي كده من نفسي كده قلت ايه اعمل بيتزا. جبت الدقيق وخميره فوريه، حطيت يعني حوالي نص كيس خميره فوريه كده، عليه معلقه سكر صغيره اللي هي معلقه الشاي دي، وحطيت عليهم ميه دافيه وسبتهم قلبتهم كده في كوبايه وسبتهم على جنب على بال ما اجهز باقي المقادير بتاعه البيتزا. تمام كده. بعد كده رحت ايه بقى، جبت دقيق نخلته طبعا، وحطيت عليه معلقه صغيره ملح وفنجان زيت، ملح وفنجان زيت ومعلقه معلقه كبيره كده حلوه زعتر. تمام، بتجيبي ده من عند العطار، وبيتعجن في العجينه زي ما انتم شايفينه كده. هو ده الزعتر، بيبقى ريحته جميله قوي قوي وحلوه، ويا ريت تدخلوه في المخبوزات لانه فيه فوائد كتيره قوي قوي لينا احنا ما نعرفهاش. بس بقى ايه، بدأت ادخله يعني في المخبوزات عندي وكده علشان نستفيد منه طبعا. وطبعا اي معلومة عن الزعتر ممكن تعملوها لي على تكتبوها لي في التعليقات ونبقى نقولها مع بعض. اللي يعرف اي معلومة يقولها في التعليقات ونستفيد كلنا مع بعض ان شاء الله بإذن الله. عجنت كل المقادير اللي انا حطيتها في الحله دي وعجنتهم مع بعض، وسخنت الفرن حوالي 5 دقايق كده علشان تبقى سخنه وتخلي العجينه تخمر معايا بسرعه، على بال ما انا اكون جهزت الحشو، مش الحشو، الحاجات اللي بتحط فوق البيتزا دي، اللي هو الزيتون والفلفل الالوان، ولو في بصل عندك برضو، وطبعا لو عندك جبنه موتزاريلا بتطلعيها علشان تفك معاكي برضو، يعني تلحق تفك وكده لو معاكي في الفريزر. العجينه طبعا خبرت معايا، وبدات قطعتها 3 قطع اللي هم 3 كور كده حلوين كبار، وحطيت وفردتهم بالمردنه زي ما انتم شايفين، وبدات دهنت الطاسه بماده دهنيه يعني زيت او سمنه اللي عندك، وفردت العجينه فيها كده جواها زي ما انتم شايفين كده، بحيث اخليها بس رفيعه، السمك بس يبقى رفيع. نسيت اقول لكم ان انا حطيت معلقتين زبادي في العجينه وعليهم كمان معلقتين لبن نيدو، ده بيخلي العجينه تبقى تحفه وهشه كده وطريه لما تخرج من الفرن. بعد ما فردت طبعا العجينه في الصينيه، جبت شوكه كده وخرمتها علشان العجينه لما تيجي تستوي في الفرن ما تنفخش معايا وتوقع كل الحشو اللي فيها. لا، احنا كده لازم نعملها بالشوكه كده كتير قوي علشان ما تتنفخش معانا. وبجيب كاتشب، جبت اكياس كاتشب صغيره كده وفردتها على البيتزا زي ما انتم شايفين كده، بتدي لون حلو قوي احمر وجميل زي ما انتم شايفين كده. وببتدي اوزعها على العجينه كويس قوي على البيتزا دي. اول حاجه بتحطيها اللي هو الكاتشب. بعد كده بتبتدي تحطي الحشوه اللي هي سواء تونه، العيال اللي بيحبوا التونه والبسطرمه، عملت نص تونه ونص بسطرمه، بيحبوا التونه وعملت البسطرمه وتونه زي ما انتم شايفين كده. بدات اوزع الكاتشب على البيتزا، وهبتدي دلوقتي احط الحشوه زي ما انتم شايفين كده اهو. لو البيتزا شكلها عجبكم والفيديو عجبكم، ما تنسوش تضغطوا لي لايك واشتراك، تشتركوا في القناه علشان يوصلكم كل فيديوهات جديده ان شاء الله باذن الله. بتفرديها طبعا زي ما انت شايفه كده، زي ما انت حابه يعني، بس افرديها على كل العجينه عشان تديكي لون احمر وجميل، العجينه ما تبقاش لونها ابيض. دي طبعا بسطرمه قطعتها وحطيتها كده من فوق، بوزعها على العجينه كلها بحيث ان انا يعني كاني مغطيه العجينه بالبسطرمه. ولو معاكي كمان فلفل حراق، اللي بيحب الحاجه السبايسي ممكن تقطعي عليها فلفل حراق، بيبقى طعمها جميل قوي وحلوه.
والتونة طبعا لما بتجيبيها لازم تصفيها من الزيت اللي هي فيه، المواد الحافظة والحاجات دي لازم تصفيها خالص خالص عشان ما تبوظلكيش العجينة. دي كده دلوقتي خلصت ايه اللي هي بالبسطرمة. هي البسطرمة كانت ماسكة شوية، كانت لسه ملحقتش تفك، بس ايه برضو بحاول ان انا ايه افكها، بشدها جامد كده عشان تتقطع معايا وتبقى ايه تبقى قطع صغيرة. وزي ما انتوا شايفين ده الفلفل الالوان وعليه بصل ابيض وطماطم وفلفل الوان اخضر واصفر. وطبعا انا صفيت التونة خالص من الزيوت اللي هي فيها دي والشوربة دي علشان ما تخليش العجينة تبوظ مني. دي واحدة بالتونة كاملة وواحدة نص تونة ونص بسطرمة زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي احط الخضار عليها كده زي ما انتوا شايفين، اوزعه بشكل عشوائي. والجبنه طبعا الموتزاريلا بتكون معايا فكت كده، بحاول ان انا ايه افتتها كده على البتاع. طبعا في الوقت ده بكون مشغله الفرن على درجه حراره 250، بس تخلي بالك برضو كل شويه تفتحي عليها وتشوفيها، تعرفي ازاي البيتزا استوت لما تلاقي اللي هي الحته اللي تحت دي، تحطي معلقه كده وترفعي العجينه هتلاقيها ايه استوت بقى، لونها بني كده او ذهبي كده او بني. يعني تحاولي ان انت ايه تطلعيها. خلاص كل حاجه كده ايه جاهزه. هبتدي ان انا ادخلهم الفرن زي ما قلت لكم على درجه حراره 250، بس برضو نخلي بالنا يعني بعد نفتح عليها بعد ربع ساعه او نص ساعه بالكتير قوي علشان ما تتحرقش مننا. الحاجه طبعا متكلفه وغاليه. وطبعا حطيت الزيتون زي ما انتوا شايفين اهو، شكلها اصلا يفتح النفس، حتى يعني ممكن تتاكل نيه كده من حلاوتها. وحطيتهم طبعا في الفرن اهو زي ما انتوا شايفين، وزعتهم 3 اهو، وهقفل عليهم لنص ساعه كده واشوفهم اول لما يستووا هطلعهم تاني على طول زي ما انتوا شايفين كده اهو. وده بعد ما طلعوا الجبنه سايحه وشكلها جميل قوي قوي. طبعا انا عملت بيتزا بالفلفل الحامي والباقيين بالفلفل البارد علشان العيال. والزيتون ده مخلل انا عاملاه في البيت بصراحه، هي حماتي اللي عملتهولي يعني، كتر الف خيرها. ببتدي اقطع البيتزا وهندوق معاكم كده وهنعرف اذا طعمها حلو ولا ايه. سخنه جدا ومولعه زي ما انتوا شايفين كده، الجبنه سايحه. يا رب اكلة النهارده تكون عجبتكم، وما تنسوش تضغطوا لي لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي جديده ان شاء الله باذن الله. بحبكم جدا جدا جدا، هتوحشوني للفيديو اللي جاي. هوريكم دلوقتي طعمها عامل ازاي وشكلها. لا بسم الله ما شاء الله، تحفه جميله جدا. ربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله، جربوها وهتدعوا لي ان شاء الله. هتوحشوني اول الفيديو اللي جاي. ما تنسوش الاشتراك واللايك لو الفيديو عجبكم. مع السلامه.